السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة والمرة دي المراجعة النهائية قبل مباراة مصر وكوت ديفوار في بطولة أفريقيا المقامة حاليا بالمغرب دور الكوارتر فاينل. بس يا صديقي، لو أول مرة تشوفنا ما تنساش اللايك وكومنت وسبسكرايب، هيفرقوا كتير نطور الكونتنت اللي بنعمله. والنهارده اولى المفاجآت، النهارده هنستخدم طريقه جديده في تحليل طريقه اللعب بتاعه المنتخب الايفواري. شويه تشجيع والله مرهق جدا، وعملت الحلقه دي بعد تردد لانه بصراحه احنا بنواجه خصم قوي جدا. فيلا بينا نبدأ الحلقة. البداية المرة دي مش هنتكلم لأرقام ولا هنتكلم على المدير الفني للمنافس ولا أي حاجة من النوع ده، احنا هنخش دايركت على الموضوع عشان ما نضيعش وقت بعضينا. احنا هنتكلم على طريقة لعب منتخب كوت ديفوار، أميز الفورميشنز اللي بيلعبوا بيها، أميز اللعيبة اللي عندهم، وهنستعرض لعب كل واحد فيهم ايه بالظبط. وعايز اقول لك يا صديقي، انا شخصيا قبل الحلقه دي ما كنتش اعرف تفاصيل كتير، لما ذاكرت الحلقه دي انبهرت بحاجات كتير في المنتخب ده. فربنا يستر، ربنا معاك يا منتخبنا يا وطني، وربنا معاك يا عميد. يلا بينا نبدا تحليل اداء لاعبي منتخب كوت ديفوار. نخش بقى يا صديقي العزيز على الفورميشن بتاعت منتخب كوت ديفوار، والمره دي بالطريقه المختلفه اللي قلت لك عليها. التشكيله المفضله اصلا لكوتيفوار هي 4-3-3. مدربهم فايب بيعتمد عليها بقاله اكتر من سنه ونص. نبدا بحراسه المرمى الاول عشان تعرف على لاعب. في حراسه المرمى يحيى فوفانا اللي هو رقم واحد هنا بالنسبه لك. ده بيلعب حاليا في تركيا، بس طول عمره كان دوري فرنسي. باك رايت دوي بيلعب في ستراسبورغ في فرنسا، 23 سنه، قيمته التسويقيه 18 مليون. قلب الدفاع اللي جنبه كوسونا ده بيلعب في اتلانتا، 24 سنه، وقيمته التسويقيه 25 مليون. اللي فوقيهم على طول ايفان ديكا اللي بيلعب في اس روما، سنتر باك 30 مليون. كونان اللفت باك بيلعب في البرتغال، وده هنتكلم عنه شويه لان انطلاقاته دوياماندي يعني محتاجين نتكلم عليها عشان اخويا محمد هاني هيعاني في الحوار ده. نخش بقى يا صديقي العزيز على نص الملعب، ونبدا بسانجاري. ابراهيم سانجاري بيلعب طبعا في نوتنغهام فورست، شباب الفانتزي عارفه الراجل العظيم ده. رقم 8 ده، وهو رقم 8 بقى بالنسبه لنا في الحقيقه عادي، فرانك كيسي اللي بيلعب حاليا في الاهلي السعودي، وطول عمره طبعا قبلها كان في اي سي ميلانو وفي برشلونه. الرقم بقى اللي فوق ده اللي هو رقم 6، يا يلعب في المركز ده سيكو فوفانا يا اما اولاي ده طبعا اللي هو كاسحة الغام اللي اتفرجتوا عليه في ماتش بوركينا فاسو. الراجل ده 19 سنة بس، وفوفانا هو اللي 30 سنة. فوفانا برضو للناس اللي ما تعرفوش، ده راجل طول عمره كان بيلعب كان لعب اندر 21 في مانشستر سيتي، واندر 23 في اودينيزي، ولعب في النصر وفي الاتفاق في الدوري السعودي، الناس هتبقى عارفاه كويس قوي. فالمركز ده دايما اللي فيه متغيرات. الوينج اللي تحت ده اماد ديالو، طبعا لاعب مانشستر يونايتد، اعلى قيمه تسويقيه في الفرقه كلها ب 50 مليون. الوينج طبعا بقى اللي فوق ده اللي احنا محتاجين نتكلم عليه عشان اخويا محمد هاني اللي هيعاني، هو يان ديوماندي 19 سنه، بيلعب في لايبزيج، وده مكسر الدنيا، وقيمته التسويقيه 45 مليون. لايبزيج اصلا بيسعره حاليا ب 100 مليون، وبيعرضوا يعني بياخد عروض عليه يعني مفاوضات. وفي الهجوم بيلعب برقم 9، وهو ايفان. رقم 9 هنا كصديقي على البورد يعني، ده في رقمه في الحقيقة 22، وهو جيساند بيلعب في استون فيلا. وخطة فاي اصلا قايمة على ان المهاجم رقم 9 ده مبقاش مهاجم صرف، مبقاش رقم 9 صرف، يعني اساسا بيبقى الاساس الراجل ده بيلعب اصلا وينج، اللي هو جوساند ده اصلا بيلعب هنا وينج. والاحتياطي بتاع بوزيشن 9 ده عنده كتير، عنده ويلفرد زاها ساعات بيلعبها كوينج ويجي هنا يلعب كمهاجم يعني. وبايو طبعا بتاع اودونيزي اللي هو اعاره من واتفورد برضو بيلعب 9، وشفناه في مباراه دور المجموعات. وبرضو في المركز ده في عمر دياكيتي بيلعب في بلجيكا، وده 22 سنه. فهو في الخط الهجومي عنده خيارات كتير جدا. نخش بقى يا صديقي على طرق اللعب المختلفه اللي بتلعبها كوت ديفوار. خليني اقول لك ان الفرقه دي ما بتعتمدش على طريقه واحده في الهجوم، فزي ما انت شايف هي تشكيلتهم 4-3-3. خلينا ندي اكزامبل باول مثلا طريقه لعب عندهم. لو الكوره مثلا نفترض انها عند قلب الدفاع ده اللي هو نديكا. خلي بالك نديكا مميز جدا بطلوع بالكوره، وكوسونا مميز جدا بطلوع بالكوره. افتكر بقى النقطتين دول او الحته دي بالذات عشان نتكلم عليها لما نتكلم على تشكيله منتخب مصر. لو نفترض الكوره مع قلبين الدفاع بيجيدوا يلعبوا كرات عاليه، فيا اما كوسونا هيلعب عالي عادي
يطلع على نص الملعب كيسي او سانجاري او سيكو فوفانا لو لعب او اولاي، او يطلع على واحد من الباكات اللي هو دوي او كونان، او يلعب العاليه لدويامندي لانه مميز برده فيها جدا بالكور العاليه. نفس الكلام لانديكا، انديكا برده ممكن يطلع عالي عادي على ديالو. خلاص. اللعبه الاساسيه بقى هي ايه؟ ان هي تتجمع كره، زي مثلا الكره هنا تحت اهي مع دوي، هو هيجمع اللعب بين دوي وكوسونا وكيسي ويضم معاهم ديالو. خلاص. انت كخط دفاع منتخب المنافس تبدا تتشد له الناحيه دي، فجاه لونج بول من دوي لحد دايمندي، 1 على 1 مع الباك اللي هنا اللي هو غالبا محمد هاني، وهيزعل. نفس الفكره لو العكس، الكره مثلا لو عند كونان برضو في هيلعبوا مثلا مثلث كونان ونديكا ومثلا ابراهيم سنجاري او اولاي، لو في هنا بنجمع لعب، دايموندي ينزل ياخد الباك بتاعه وينزل بيه هنا، تجميعة اللعب بعد ما تخلص هنا ممكن بكرة عالية تتلعب لحد اماد ديالو ويلعب 1 على 1 مع الباك اللي هنا اللي هو فتوح. عشان كده مهم قوي ان انت فتوح ومحمد هاني يبقوا فايقين، لان هم تقريبا مفتاحين اللعب دايموندي وديالو. اللعبه الثانيه اللي بتلعب عليها كوتيفوار الا وهي سحب الخصم. يعني هم خلينا نتكلم من حارس المرمى، فانا جيد جدا بالكوره، كوسونا جيد جدا بالكوره، نديكا كويس جدا بالكوره، بنتكلم على قلوب دفاع. خلاص. فانت لو كمهاجم او حتى لو لعبنا بوينجات او حتى لو مرموش وصلاح ايا كان الخطه اللي بنلعب بيها، لو اتجروا واتسحبوا وضغطوا عالي بنسبه كبيره هو بيضرب لك الخط ده. الخط ده الاولاني ده بيتضرب يقدر يطلع كويس بالكوره. فمهم جدا 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 ان احنا ضغطنا يكون في سنه حرص، ما تقفش قدام جونك بس في نفس الوقت ما تضغطش عالي. تالت خطه لعب بقى معانا ودي مهمه للغايه، الا وهي كوره لما تبقى عند كونان وناحيه دويامندي. الغريبه بقى ان الناس دي بتقدر تحتفظ بالكوره بمنتهى السلاسه والهدوء، الثلاثه دول سواء دويامندي او كونان او حتى وسط الملعب اللي موجود الناحيه دي، في وسط ما الكوره بتتجمع الناحيه دي دايموند بيستفز الباك اللي معاه، او حتى لو في نص ملعب بيضغط عليه من هنا انه يقدر يخش عليهم 1 لواحد، ولو دخل عليه 2 و3 برضه مش هيفرق له. في عز ما ده كان بيحصل هيكون كيسي بيتقدم جوه منطقه الجزاء عشان يبقى مهاجم تاني، والكروس يترفع له من دايموندي ويحط هدف. طيب ممكن دايموندي مش نفسه هو اللي يعمل القصه دي، ممكن تبقى اماد ديالو نفس الكلام بنفس التكنيك، بس الناحيه التانيه فرانك كيسي مع عماد ديالو بيجمعوا لعب مع دوي. خلاص دايموندي فاتح فوق مفيش مشكله عادي، مستني الكوره، تجميع اللعب مكمل. في عز ما انت مكمل يهرب اولاي او سيكو فوفانا ويخش يلعب راس حربة تاني. فالكروسات هي طريقة اللعب التالتة للمنتخب ده، وفجأة لما تلاقي كروس بتلعب فجأة انت هتلاقي 1 2 3 جوه منطقة الجزاء. كده اتكلمنا على نقاط القوة في منتخب كوت ديفوار وطرق اللعب المختلفة ليهم. طيب يعني مفيش نقط ضعف للفرقة دي؟ لا طبعا في. اهم نقطة ضعف عند الفرقة دي ولازم نركز عليها، ان زي ما دول ديالو ودايموندي اهم 2 في الفرقة، هم اكسل 2 في الفرقة. فاحنا بنتكلم لو كرة مع المنتخب المصري كل ده رادد، احنا بنتكلم كل ده بقى في منتخب كوت ديفوار بيرد. خلاص. حتى الراجل رقم 9 ده بيرد شوية. خلاص. دايموندي عشان يرجع يغطي مع الباك اللي هو مثلا محمد هاني، وديالو عشان يغطي مثلا مع احمد فتوح، دي شغلانه. قبل ما يرجعوا تكون انت عملت هجمه وعديت. ليه؟ لان بطاء جدا في الارتداد، وهم اساسا ما بيهمهمش موضوع الدفاع ده. يعني اعتقد تعليمات من مدربهم فاي انه مش مهم يرجع يدافع على قد ما مهم ان هو لو بيضغط من منطقه مهمه زي مثلا الزون ده او الزون ده انه يقدر يستخلص الكوره، بس وانس ان انت بتضرب بالخط ده ارتدادهم بيبقى ضعيف. يا صديقي خلينا نتكلم بقى شويه على منتخبنا الوطني وطريقه اللعب والتشكيله المتوقعه. احنا عشان نلخص اللي فات اتكلمنا على التشكيله المتوقعه للمنتخب الايفواري، طريقه اللعب، اهم نقاط القوه والضعف. فخلينا نطبق بقى ده على منتخبنا الوطني. مبدئيا اصح طريقه لل4-3-3 في مقابلها كانت لازم تكون 4-2-3-1، بس بما ان كابتن حسام حسن مستحيل يلعب ب4 ورا وهيلعب اجباري علينا 5، فانا بقى بدل ما تبقى 5-3-2 زي ما هو بيعمل وزي ما عمل في ماتش بنين ان صلاح ومرموش هما الاتنين رؤوس حربة، لا انا هلعب 5-2-3. طيب
ليه بقى 5-2-3 هتبقى افيد من 5-3-2؟ بص يا صديقي، اولا كابتن حسام اللي بيلعب 5-3-2 خلاص، اللي لعبها في ماتش بنين، كان محمد صلاح ومرموش اتنين رؤوس حربة. طيب عيب بقى الخطة دي ايه؟ ان محمد صلاح ومرموش لما الاتنين يضغطوا على اتنين كويرة قلوب دفاع زي اللي عند منتخب ايفواري، هيطلعوا عادي ينزل بالكرة بسهولة. ادي الكرة يا سيدي اهي، هيطلعوا بالكرة دي بسهولة. خلاص، يبقى انا اول خط عندي اتضرب، صلاح ومرموش اتنين ضربوا، يبقى انا بقابل بس ب8. خلاص، اللي كان بيلعبها الماتش اللي فات كان ده مروان عطية، وده محمود تريزيجيه، وده ابراهيم عادل. ابراهيم عادل ما بيعرفش يلعب 8 عشان ما نحرقش، ابراهيم عادل اساسا وينج. خلاص، فكان كل شويه يفتح نفسه كده، يفتح الخط كده ويروح يلعب على ناحيه الوينج ويفضي لي المساحه دي. فدي اول مشكله للخطه دي. لما انا هلعب 5-2-3، 5-2-3 ميزتها ايه؟ اول ميزه ان اقدر اعمل جبهات. دي كده باك ليفت اهو، احمد فتوح يقدر يعمل جبهه هنا مع عمر مرموش. خلاص، الميزه التانيه برضو في الجبهه اللي فوق هاني وصلاح، ودي بسببها احنا حرزنا الهدف الاول في مرمى بنين. طيب ناخد ميزه كمان، ان انا يبقى عندي راس حربه صريح وهو مصطفى محمد. خش اقرف لي بقى الاثنين المدافعين دول. خلاص يا صديقي، ادي تاني ميزه. طيب تالت ميزه بقى ودي المهمه ايه؟ ان انا عندي 2-6، لو الناس دي انطلقت، صلاح انطلق كده، مرموش انطلق كده، وصلاح انطلق فوق، خلاص انا عندي الراجل ده يقدر يضم شويه معايا هنا ويضم معايا شويه هنا. 2-6 2-6 ما بيزيدوش قوي. خلاص، طبعا مصطفى هيبقى قدام هنا. طيب الماتش ده بيحتاج قوه بدنيه، فالخناقه بتاعت نص الملعب، سيبك ده بقى المهاجم بتاع كوت ديفوار، الخناقه بتاعت نص الملعب، ادي نص ملعب كوت ديفوار اهو. الخناقه دي محتاجه لها اتنين يتخانقوا، واتنين اقوياء بدنيا رقم 6. خلاص، تشكيله 5-3-2، 3 اللي في نص الملعب هيبقى منهم واحد 6 واتنين تمانيات مش هيتخانقوا، انما 2-6 هيعرفوا يتخانقوا. بريم سنجاري وكيسي ولاي مثلا، يبقى قدامهم 2-6. انا لسه ما قلتلكش الاسامي بتاعت لعيبه المنتخب اللي انا عايزها، بس انا بقولك على خطه اللعب. خلاص. طيب ايه ميزه تانية؟ طبعا في ميزه مهمه جدا احنا نسيناها، ده مرموش الوينج صح كده. طيب مرموش لما كان بيلعب هنا راس حربه، خليك على مصطفى هنا شويه، لما كان بيلعب هنا راس حربه خلاص، كان بيستلم الكوره ووشه لملعبنا وظهره لجون المنافس. خلاص، اي واحد بيضغط عليه بياخد منه الكوره، او بيضربه وبياخد منه الكوره وما بياخدش فاول. وشفنا كذا مره مرموش وقع بسبب الموضوع ده برده ما استفدناش. انما لما هجيبه هنا هلعبه بالوينج اللي هو المستريح يلعب بيه. خلاص، ويقدر ياخد الكوره ويطلع بيها عادي. خلاص، وشه مقابل للجون، وهستفاد ان مرموش رجليه تقيله، ممكن يديني تصويبه من هنا هدف ولا حاجه، او يجيب لي فاول كويس هنا. طيب في ميزه تانية مهمه احنا نسينا نقولها، مصطفى محمد وصلاح ومرموش. خلاص، مش عارف مرموش بقى تمام. الميزه بقى في مصطفى محمد هنا ايه؟ ان هو محطه. يعني انا الكره لو هنا في الدفاعات خلاص، ودول كلهم نازلين كده شويه، وصلاح هنا متاخد مع الباك ده مثلا، ومرموش مع الباك ده، خلاص الكره هنا ضاغط اماد ديالو، وده موندي ضاغط فوق، خلاص ودول ضاغطين عليا كده بقوه. خلاص تمام، وابراهيم سنجاري بيضم بيقفل المساحه دي كلها، وعايز اطلع بالكوره مثلا مع احمد فتوح هو معايا الكوره، هطلع على مصطفى محمد ككوره ارمي له الكوره محطه، خلاص يستلم على صدره ويطلع الفرقه او ياخد لي فاول. مرموش ما كانش بيقدر يعمل الموضوع ده في ماتش بنين، مرموش سريع فكان بيجري ورا المدافعين، انما انا عايز لاعب هنا محطه. طيب يا صديقي، دلوقتي انا كده كلمتك على خطه اللعب بتاعت المنتخب 5-2-3، ده اللي انا بتمناه واتمنى الكابتن حسام يلعب بيه في المباراه. بس انا ما كلمتكش على الاسامي، لان انا عندي اختلاف شويه في الاسامي اصلا في التشكيله دي. طيب احنا اتكلمنا على كوتيفوار وطرق لعبها وازاي هنلاعبها كمان. ليه بقى الاسامي اللي هختارها دي؟ خليني اقول لك. رقم واحد الجون طبعا بتاعي هيبقى محمد الشناوي، كده كده هيبقى افضل اختيار. باك ليفت فتوح، ده ما فيهوش نقاش، انا مش هلعب بخالد صبحي اكيد، فتوح ده الاوبشن الوحيد، والف سلام على محمد حمدي من الصليبي. باك رايت محمد هاني اكيد هيبقى افضل طبعا من احمد عيد، دول الاوبشنين دول انا كده كده مش عارف اغيرهم. انا هاجي بقى اتكلم هنا في الثلاثه دول. خلاص، انا مش عايز نلعب الثلاثه الفلات دي، يعني انا يا اما العب بليبرو زي ايام حسن شحاته كده، المثلث ده كده، او كده، او خطوتين قدام، يبقى راس مثلث بالناحيه دي او الناحيه دي. انما ثلاثه فلات كده انا بزعل يعني بخسر. خلاص، فانا هلعب كده بليبرو. خلاص، الليبرو ياسر ابراهيم، ده ياسر ابراهيم، دي في خطتي انا. خلاص، يمينه ربيعه، شماله
شماله حسام عبد المجيد. تاني، ياسر، حسام، رامي، هاني، فتوح. ليه بقى يا استاذ احمد بنعمل كده؟ لان ببساطه شديده انا هحتاج في بعض الاوقات المنظر هيبقى عامل لي كده، المنظر هيبقى عامل كده. خلاص، كل واحد واخد له واحد وانا موزع لعب كده. خلاص، الملعب مفتوح كده، والكره مع الشناوي مثلا، نفترض مثلا المنظر ده اتكرر قدام بنين. في قدام بنين بقى كانت الكره بتيجي اللي هنا ياسر ابراهيم او رامي ربيعه، طلوعنا بالكره كان سيء. خلاص، او لا، رامي ربيعه كمان كان هو اللي بيبقى الناحيه دي. تمام. لا، انا لما هلعب انا بقى بياسر ليبرو مش هطلب منه انه يطلع بالكوره. انا هخلي الشناوي يطلع على حسام عبد المجيد اللي بيلعب برجليه كويس، وكميته او كيمستري بتاعته محمد فتوح هتبقى ماشيه. او لو حب يطلع بالكوره على رامي ربيعه والملعب المفروض كده، رامي بيعرف يطلع برجليه. اسوأ الظروف رامي لو لعب لونج بول هنا لمرموش، انا عملت حاجه. خلاص، ما اعرفش الكوره اتشقلبت ليه طبعا، مش راضي عننا. ماشي. فتاني، هنا في ربيعه اقدر اطلع بالكوره خلاص، اطلع مع محمد هاني وفي كيمستري بين الاثنين. يبقى تاني، الثلاثه اللي عندي ورا او الخمسه اللي عندي ورا تاني في خطتي: هاني، بس مش عايزينهم فلات زي ما قلنا، ليبرو ياسر، يمينه رامي، شماله حسام عبد المجيد، باك ليفت احمد فتوح. خلاص، فوق محمد هاني باك رايت. الاتنين عندي 6 اللي انا عايزهم حمدي فتحي، واستغله هنا في الخناقه، بدل ما كان بيلعب لي ليبرو الماتش اللي فات، او كان بيلعب لي بيلعب في الدفاع الماتش اللي فات. لا يا باشا، تلعب لي 6 هنا يا باشا بعد اذنك. خلاص، وتخش لي خناقه مع ابراهيم سنجاريه والعصابه بتاعته. خلاص، والثلاثه اللي عندي: مصطفى محمد راس حربه، صلاح واخد وينج، مرموش خد وينج. لو حبيت اعمل جبهه فتوح ومرموش يعملوا جبهه مع بعض، هاني وصلاح يعملوا جبهه مع بعض. دي خطه تستحمل البدني اللي ممكن تعمله مع كوت ديفوار. اوراقك الرابحه اللي هتبقى معاك هنا، بتتكلم في امام عاشور، بتتكلم في احمد سيد زيزو، بتتكلم في ابراهيم عادل، بتتكلم في اسامه فيصل، في صلاح محسن. دي اختياراتك الهجوميه. في نص الملعب لو عندك مهند لاشين واحتاجته موجود، محمد شحاته لو احتاجته موجود، دفاعيا لو حبيت تضلمها محمد اسماعيل موجود. دي خطتي للمباراه. اخر بقى كلمتين وهقولهم برضو على البورد دي، ان انا لا قدر الله لو في الخناقه بتاعت نص الملعب دي حمدي خد انذار او مروان خد انذار، وهو اوريدي عنده انذار من الماتش اللي فات، فهيحط في دماغه ان هو كده هيغيب عن الماتش الجاي فيتوتر، ما تلعبش. ليه؟ لان ممكن اصلا ما يكونش في ماتش جاي. ركز في الدقيقه او في اللحظه اللي انت بتلعب بيها او بتلعب فيها دلوقتي. في نقطه غايه في الاهميه نسيت اتكلم عليها في موضوع حسام عبد المجيد ده، وحاجه في غايه الاهميه. غير موضوع ان هو بيطلع بالكوره كويس ده والكامستري بتاعته مع فتوح. احنا كنا اتكلمنا ان كيسي ساعات لو انا دايماندي معاك كوره هنا والفرقه زايده بتاعت كوت ديفوار واماد ديالو ده خلاص، وابراهيم سنجاريه هو اللي ساقط هنا، وده المهاجم راس الحربه واخده ياسر او واخده رامي، كيسي بيزود فبقوا 2 جوه. ساعات دايموندي يزود لو الكوره جايه من عند عماد ديالو، والعكس. في وجود واحد زي حسام عبد المجيد هيقفل لي المشاكل مع عماد ديالو رقم 1، ورقم 2 هيبقى معايا يلعب براسه هنا لما كيسي او حد من نص الملعب بيزيد. حسام عبد المجيد طويل، مشكلتنا ان احنا كمنتخب قصيرين جدا مقارنه بالمنتخب الايفواري. اخر نقطه بقى يا عزيزي علشان الفيديو كده طول جدا، وهي نصايح عامه. اتمنى ان احنا في اول ربع ساعه نكون احنا اصحاب الرياده. انت تنزل تقول انا بعرف العب كوره، حتى بخطتي الدفاعيه دي انا بنزل اعرف العب كوره عادي. خلاص، حتى لو بعد ربع ساعه تراجعت شويه واستقبلت لعب مفيش مشكله. زي ما قلت لك، ممكن في سيناريو تستقبل هدف بدري، ما تتهزش، عندك بلان بي وبلان سي. لو احتجت في اي وقت انك تستعين بالخطه دي، طبعا هتبقى عندك فرص ان انت اوراق رابحه كتير: امام وزيزو واسامه وصلاح محسن واسامه فيصل. في نص الملعب نفس الكلام، هيبقى عندك اوراق كتيره. اهم حاجه ان انت مهما كان استقبالك هدف بدري هدف متاخر، مهم جدا ان قادات الفريق، لو بنتكلم في محمد الشناوي، بنتكلم في صلاح، بنتكلم في حتى لو رامي ربيعه او ياسر، مهم قوي ان يتكلم انه لو انت حتى استقبلت الهدف ده بدري مفيش حاجه، انا عندي مدرب بره يقدر يغير الطريقه في اي وقت. بس كده يا صديقي، حلقة طويلة ولكن مفيدة. لو استمتعت بالحلقة وبجد عجبتك، ما تنساش اللايك والكومنت والسبسكرايب، هيفرقوا كتير جدا. واهم كومنت عندي هو بجد: هل طريقة عرض طرق اللعب للمنتخب الايفواري النهارده بالطريقة دي مفيدة، ولا كان شوية لخبطة، محتاج يتطور؟ لو عايزين نطور ايه بالظبط؟ رأيك مهم جدا، ما تنساش. وفي النهاية بالتوفيق لمنتخبنا الوطني، مهمة صعبة جدا، بس إن شاء الله هنبارك لبعض بعد نهاية المباراة. السلام عليكم.